مساء الخير. روشتة سريعة كده وتعالى أقول لك تشكيل منتخب من وجهة نظري. قبل أي حاجة اللايك والفولو وصلي على النبي. من وجهة نظري شناوي، عبد المنعم، ياسر، أحمد فتوح، عمر كمال، قدامهم حمدي فتحي، زيزو، إمام عاشور، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. هتقول لي ليه؟ أكيد هقول لك. شفنا طبعا ماتش غانا اللي فات. غانا بتبدأ تحضير من تحت، تتدرج بالكورة، بعدين بتوزع اللعب على أطراف الملعب أو بيستغلوا من قدام منطقة الجزاء التسديد. طيب يبقى الحل إيه؟ نقفل الأطراف، يبقى عندنا فتوح وعمر كمال بيضم عليهم تريزيجيه وصلاح. أو بالمناسبة صلاح لازم يرجع يدافع، بيعملها في ليفربول على فكرة. فيعني أنت لابس تيشيرت منتخب مصر، يبقى لازم يبقى عندك انتماء وترجع تدافع. مفيش حد كبير على تيشيرت المنتخب. نكمل كلامنا. أنت لازم تقفل الأطراف، في نفس الوقت تقفل العمق. طب ده هيحصل ازاي؟ قلنا فتوح معاه تريزيجيه، عمر كمال بيساندو صلاح، زيزو وامام هيقفلوا منطقه العمق وما يدوش مساحات للتسديد. حمدي فتحي هيرجع ورا عبد المنعم وياسر ابراهيم، يبقى ليبرو. كده انت خلاص يعني يعتبر بنسبه كبيره حجمت غانا. حجمتها في ايه؟ العرضيات عندك منعم وياسر مميزين قوي في العاب الهوا. وياسر كمان انا اخترته الماتش ده لان هو مميز قوي في الالتحامات، القوه البدنيه، العاب الهوا، فمميزات كتير قوي الماتش غانا. طيب ده بقى نتنقل لو الكوره معانا نعمل ايه؟ لازم ان احنا نطلع نستغل نلعب في ظهر الدفاع، نستغل سرعه صلاح وتريزيجيه. طب مين عندك بيعمل الكور ديت، الكور الطويله دي وفي ظهر الدفاع؟ زيزو وامام عاشور، صح؟ يبقى تلعب بالاتنين. هيفيدوك كمان في الضغط. انت لما تضغط بزيزو وامام عاشور وصلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، يبقى انت كده بتضغط على غانا وهي طالعه بالكوره، تضغط بعرض الملعب، بتقفل عرض الملعب. شفنا احنا في ماتش كاب فيردي الضغط عليهم، الضغط العالي بيغلطهم، ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره كويس. فانت لازم تقفل المساحات، ما تديهمش فرصه ان هم يطلعوا بالكوره ولا يكون في مساحات للتمرير. يبقى انت كده بتضغط عليهم ضغط عالي، هيغلطهم في كوره في اتنين. عندك السرعه، طبعا زيزو وامام عاشور لما يضغطوا من العمق وصلاح وتريزيجيه يضغطوا من الاطراف، يبقى انت كده مفيش مساحه. خلاص انت ضغطت عليهم، مش مديهم اي مساحه للتمرير. حمدي فتحي هيكون بيغطي ورا زيزو وامام عاشور. مفيش بقى ادوار هجوميه لحمدي فتحي الماتش ده. خليك كده يا باشا في نص الملعب. تمام. العرضيات عندك مصطفى محمد هيدر كويس جدا، وبيستغل العرضيات، بيستغل الالتحامات، قوي جدا في الالتحامات. فانت طبعا هيفيدك في الضغط، هيفيدك في العرضيات. التسديد عندك امام عاشور وزيزو مميزين قوي في حته التسديد. يبقى هو مع الضغط تقطع الكوره، بتسلم، تودي في ظهر الدفاع، سرعه صلاح، سرعه تريزيجيه. يبقى انت كده عندك حل هجومي وفي نفس الوقت مأمن الدفاع. ده بالنسبه لي من وجهه نظري افضل تشكيل وافضل طريقه نلعب بيها غانا. طبعا انا عارف ان هو مجرد رأي، لكن لازم برضو نقول رأينا، واي حد له رأي تاني مستني يقوله. سلام.